السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان ناس كتير كلمتني الفترة اللي فاتت، ناس كتير جدا، عن تربية السلكاتة وتفريخها. عشان ناس كتير طلعت وقالت دي أحسن مشروع للي عايز يجيب فلوس، وهي فعلا بتنتج وبتجيب أعداد ضخمة. فالنهاردة أقول لكم كل التفاصيل عن تربيتها والإنتاج منها. وقبل ما نبدأ حلقتنا ما تنسوش تفعلوا جرس الاشتراك وتتأكدوا من تفعيل زر تلقي كل الإشعارات الخاصة بالقناة، ولايك وشير وكومنت جميلة جميل. وبينا على التقيل. بسم الله الرحمن الرحيم، وبما نستعين عليه وعليه نتوكل. السلام عليكم ورحمة الله. بفضل الله من حلقتنا الجديدة بنتكلم عن السلاحف السلكات النهارده. قبل ما نبدا حلقتنا كانوا تقال ما تنسوش تفعلوا جرس الاشتراك وتاكدوا تفعيل زر تلقي كل الاشعارات الخاصه بالقناه، لايك وشير كومنت جميله جميل. وبدنا نبدا على التقيل. السلاحف السلكات اهي زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله، عاملين لهم مكان زي ما حضراتكم شايفين كده واسع، اكل خضروات وفواكه والحاجات اللي زي كده، خاص برسيم ورق عنب وجزر مبشور. هتدي قعديد خيار برسيم، اي حاجه هتيجي على سكتهم، قشر بطيخ، فواكه بياكلوها. الدنيا جميله. طبعا المكان لازم يكون فيه علبه ميه زي ما حضراتكم شايفين، مكان واسع منه للسما على طول، ففي شمس هنا 24 ساعه، مكان واسع لهم للحركه، افضل الانواع للتربيه. بيوصل حجمها لحد 47 سم وبيعدي كمان. ديكورونتي زي ما حضراتكم شايفين، الارضيه رمله تمام، فكده ان شاء الله يقدروا ينتجوا بكل سهوله. معاهم مكان مخبأ اهو برضو، طالما انت عامل لهم مكان زي كده هتقدر تنتج منهم، وما شاء الله تبارك الله لا حول ولا قوه الا بالله، الله اكبر، يشتغلوا مفيش اي مشكله. طبعا هي لما بتيجي تنتج بتحفر في الارض وبتضع البيض زي ما حضراتكم شايفين. المعلم ده مش عايز يطلع معانا، بصوا ايدي عليه عامله ازاي، بصوا حجمه، حاجه ما شاء الله تبارك الله. عشان تتاكد دي ان السلحفاه كويسه قبل ما تجيبها لازم ما يكونش فيها اي غضوش او اي كسر او اي تعوير، ما بتطلعش افرازات من الانف او الفم تمام. السلفه سليمه ما فيهاش اي كسر. الذكور والنتي قلنا الفرق بيتعرف ما بينهم من الديل. الذكر في الغالب في السلاح بيبقى بيتعرف من الفتحه بتاعت الصدفه. وفي انواع تانية بيبقى لو الذكر ديله على شكل مثلث وطويل، ذكر النتايه بتبقى قصيره وتخين تمام. واللي بيقول لك بيتعرف عمرهم من عد خطوط العصاره، فما فيش الكلام ده، ما بتعرفش عمرها الا لو انت جايبها منها صغيره بتعدلها عندك زي ما حضراتكم شايفين. بصوا البيت عامل ازاي. ولمعلوماتك بقى، السلحفاه السلكته بتعتبر تالت اكبر انواع السلاحف في العالم، بتوصل لحد 83 سنتي تمام. في الغالب يعني هي لما بتفقس بتبقى مثلا في حدود 5-7 سنتي، بس بتكبر بسرعه كبيره جدا جدا في السنوات اللي بعد كده. النوع ده من السلاحف بيعيش من 100 لحد 150 سنه، يعني ما شاء الله تبارك الله معمر. ليه بقى الهوجة عليه والناس كلها عايزه تخش في موضوع السلكته؟ لانك لو جبت ذكر وكم نتايه معاه ما شاء الله تبارك الله لا حول ولا قوه الا بالله، الله اكبر، النتايه الواحده ممكن تجيب لحد مثلا 30 بيضه، وممكن يعني تعمل كذا عمليه وضع بيض في السنه من 3 ل5 مرات. طبعا هو التزاوج بيكون في شهور سبتمبر واواخر نوفمبر تمام. طبعا بتروح بتحفر مكان وبتسيب البيض بتاعها فيه وبتردم عليه وبيطلع طبيعي، طالما انت عامل له مكان زي ما احنا وريناكم كده في الفيديو، بيعيشوا حياتهم الطبيعيه عادي. انت مش محتاج تعمل اي حاجه. في ناس بتعمل حضانات والشغل ده برضو مفيش اي مشكله، والحراره المفروض يعني ما تزيدش عن 28 30 درجه مئويه تمام. ولازم يكون في برضو سنه رطوبه عشان البيض يفقس بسلام. فمشروع ما شاء الله تبارك الله مربح. يعني تخيل انت جبت ذكر ومعاه 4-5 نتي، ما شاء الله تبارك الله لا حول ولا قوه الا بالله، والله اكبر. المشروع هيجيب معاك هيجيب تمام. وفي ميزه كمان في السلاحف انها بتحتفظ بالسائل المنوي لمده 4 سنين في اغلب السلاحف. اللي هو ايه؟ اللي هو لو اتجوزت السنه دي من ذكر وانت شلتها منه في السنه الثانيه والثالثه والرابعه، بيبقوا محتفظين بالحيوانات المنويه من الذكور، فممكن تلاقيها انتجت لوحدها. لذلك في ناس كتير بتجيب سلاحف ساعات وتلاقيها باضت لوحدها، فعشان السبب اللي انا قلت لك عليه ده، في حاجه ما شاء الله تبارك الله. وفي انواع تانية من السلاحف برضه، يعني عندك اليوناني والمصري وهفرجكم عليه كمان شويه. دي انا الحاجات دي مثلا ممكن بتجيب من 3 ل7 بيضات، وفي الغالب بتجيبهم في شهر 6 أو 7 مواسم الاعياد تمام يا اخويا. طبعا دي الافضل كمشروع، ولو انت عايز تنتج وكلام من ده وتعمله زي مشروع مربح هيجيب معاك ويفيد. ده النوع ده من السلاحف بيوصل لحد نص جسمك اخويا يا اختي. بفضل في الله موجود بفضل الله سلاحف سلكاته، اضخم انواع السلاحف للتربيه في البيت، بتوصل لحد 47 سم، بتاكل خضار وفواكه ما شاء الله تبارك الله، بتنتج باعداد بالكميات، ومتوسطاتها رفعت دلوقتي، فاحسن مشروع تبدا بيه. اهم حاجه المكان يبقى فيه شمس ومكان ظل زي ما حضراتكم شايفين، مكان واسع تمام.
وقت ذكر وانتهى واعتمد. لو انت عايز تفرخ على الله يا اخويا ابن الحلال، مفيش اسهل من تربيتها واجدع نوع، بتوصل لحد 47 سم. بص حجمها كده جنب عامل ازاي. بص اللي جوه دي ما شاء الله تبارك الله، مش عايز تيجي معانا في التصوير بس ماشي. اصحى. وعلى فكرة السلاحف كمان ممكن تقعد وقت كبير جدا ما تشربش فيه مية، عشان هي لما بتاكل خضروات وفواكه بتعتبرها بالنسبة لها زي أكل ومية، بتعتمد فيها على الأكل والمية بتاعتها. فعادي على فكرة كمان، حتى لو أنت ما حبيتش تحط لها مية الدنيا جميلة، بس احنا بنقول لك على الأفضل واللي تعمله والأحسن، ومكان واسع ويكون شمس باستمرار، عشان الشمس بتستفيد منها الصرفة بتاعت السلحفة للنهار يا أخويا يا ابن الحلال. تمام. فدي احسن حاجه. والناس اللي بتقطع عندها السلاحف اكل في الشتاء، ده بيكون بسبب ان مثلا انت ما بتعرضهاش للشمس او مش موفر لها مصادر حراره، لانها من ذوات الدم البارد. يعني ايه من ذوات الدم البارد؟ يعني يا اخويا غالي، دي حاجه من الزواحف. تمام. يعني هي ترجع لاصلها للزواحف. يعني ايه؟ يعني في الصيف مع الحر والكلام ده بتنشط وتاكل. لما يجي بشتاء، لما بيجي الشتاء عاده اغلب الزواحف بتعمل اصلا حاجه اسمها بيات شتوي. تمام. يعني ايه؟ يعني بتقطع اكل مده الشتاء كلها، ولازم عشان تخش بات شتوي تكون واكله كويس في الصيف ومخزنه دهون. طب انت لو ما اكلتهاش كويس يبقى ما تدخلهاش بات شتوي. يعني ايه؟ يعني توفر لها حراره لو انت مربيها في قصر، مش هعمل لها مكان زي اللي احنا عاملينه ده. تمام. اللي بيربي سلاحف انواع تانية مصر او يونان عنده في البيت، انت هتحط لها لمبه 40 واط او 60 واط جنب الحوض وهتنشط وتاكل، وحاول وفر لها شمس. تمام. تعالى فرجكوا على بقى البوم. دي هنا بقى انواع السلاحف. عايز ارجع بس نقطه مهمه بتاعت البيت الشتوي. انت عادي برضو السلاحف اللي عندك في البيت تدخلها بيت شتوي، بس اهم حاجه تكون ايه؟ انت مأكلها كويس في الصيف ومغذيها كويس. تمام. فتدخل بيت شتوي عادي، ما تقلقش عليها، تقعد 4 و6 شهور من غير اكل عادي في فتره الشتاء، لان انت مغذيها كويس يا باشا. تمام. اما انت لو مش عايز، فانا قلت لك انت تعمل ايه؟ مصدر حراره هتوفرها وتعرضها للشمس وترجع تاكل تاني، عشان ما حدش يشتكي من النقطه دي بعد كده. بأمر الله يا اخوات. دي بقى سلاحف سلكاتا ومصري ويوناني بجميع احجامها. المصري اخرها بتوصل لحد كف الايد، اليوناني توصل لحد حجم اكبر من كف الايد، يعني ممكن معاك توصل حتى 30 سم وتعدي كمان. السلكاتا هي موجودة هنا برضو في الفيديو، اللي هي الفأس الصغير 5 7 سم منها. تمام. تربية السلاحف كلها واحدة. الموضوع سهل جدا، مفيش اي صعوبة في تربية اي سلحفة، ومن الحيوانات اللي من زمان جدا الناس بتربيها في البيوت. وفي ناس بتقولك كمان السلاحف بتجيب الخير. تمام. ادمها خير. ودي طبعا حاجات يعني معتقدات وكلام من ده الله عالم بيه. تمام. معمرة جدا. انا معايا يعني معايا سلحفتين. انا كان معايا سلحفتين يوناني. كنت جايبهم من تالتة اعدادي. حاليا انا عايز اقول لك قعدوا معايا اكتر من 13 سنة، ولسه من قريب مات عندي ذكر. ولما حتى مات اهلي خبوا عليا، ما عرفونيش، مش عارفوا ان انا ازعل عليه، ولحد دلوقتي زعلان عليه، وربنا يعوض عليا بالخير وعلى كل حد مات عليه حيوان عزيز عليه، عشان ما بيحسش بالموضوع غير اللي جربه واللي عدى فيه. اهم حاجه ليهم الشمس والاكل خضروات وفواكه زي ما قلت لحضراتكم. المشاريع لو حد عايز يعمل مشروع او كلام من ده هيبقى في السلكات، لكن مصري واليوناني مش هيفيد معاك أوي زي ما انت متخيل. وفي ناس برضو بتفرخ وتنتج من الكلام ده، مصري برضو يوناني، بس لو انت هيبقى عندك اعداد فساعتها هتحس بقى انت بلذة الانتاج لما تيجي تطلعه بفضل الله. يا رب الحلقه بتاعتنا تكون عجبتكم. ما تنسوش تفعلوا جرس الاشتراك وتتاكدوا من تفعيل زر ترقي كل الاشعارات الخاصه بالقناه، ولايك وشير وكومنت جميل برايك في الحلقه يا اخويا بالله.